بالك من كلماتك، وخدي بالك من أفعالك، وخدي بالك حتى من نظراتك. خدي بالك من الفكر والمشاعر، لأن دي بتكلم الكون، تقول للكون خد بالك، أنا عايزة من ده. ولذلك في ناس دايما عايشة في الحزن، وتقول يا رب امتى بقى الحزن ده يخلص، وامتى المشاكل تخلص. بيزيد الحزن والمشاكل. ليه؟ لأن انت لازم تغيري جوه الأول. ما هو قال لك سيدنا النبي تفاءلوا بالخير تجدوه هتلاقيه دلوقتي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. امال ايه يا كوتش هيثم موضوع الظنين بالله ظن السوء؟